السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا جدا، فطير يا مرمر. وجاية تقولي لنا وصفة سهلة؟ احنا فاضيين، عندنا امتحانات وعندنا ولاد بتذاكر. هقولك على طريقة سهلة تعملي بيها فطيرة مشلتتة بالطريقة التركية. هل في اختلاف بيننا وبينهم؟ في اختلاف بيننا وبينهم بس في حاجات بسيطة. الوصفة زي ما انتم شايفين كده، بصوا الفطيرة مورقة جدا، كمان كريسبي من فوق وكريسبي من تحت. لو عايزاها اقل من كده شويه في انها تبقى كريسبي هقولك تعملي ايه، لكن انا شخصيا بحب سنه القرمشه اللي فوق وتحت دي قوي. يلا بينا كده، بصوا الفطير القمر. يلا بينا نبدأ الوصفة ونشوف المكونات وطريقة التحضير عشان نطلع الفطيرة التركية بطريقة بسيطة وسهلة جدا. بصوا التوريقة يا جماعة، معلش أنا بعتذر منكم، سخنة جدا مش قادرة إن أنا أمسكها وهم مش صابرين عليها. يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض ونشوف المكونات وطريقة التحضير. أول حاجة جبت كوباية من اللبن، تمام. معلش التصوير في الوقت ده ما كانش شغال. حطيت عليها معلقتين كبار من السكر، انا بوريكم السكر اللي موجود اهو. وهبتدي ان انا ادوب، وهحط كمان رشة من الملح بسيطة وهدوبها، تمام. وهبتدي انزل ب 350 جرام من الدقيق. يا مرمر طالما بتزودي الدقيق على الميه لينا عيار، هقول لكم لا، انا ممكن جدا احط 350 جرام من الدقيق والاقي نفسي محتاجه دقيق على السائل اللي انا حطيته عشان اختلاف نوع الدقيق. وممكن انزل يعني 300 جرام بس او 320 جرام بس والاقي نفسي مش محتاجه دقيق تاني. هتعملي ايه؟ هتعملي عجينه تكون طريه حلوه جدا وما بتلزقش معاكي. ما حطيناش لا خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. دي شكل العجينه بتاعتي. هعمل ايه؟ هسيبها تستريح نص ساعه. دي عجينه الراحه يا جماعه، عجينه الكسل. كل ما انضفي السطح بتاعك عشان نشتغل عليه. وكمان هدهن السطح بتاعي زبده على زيت. انا هنا استخدمت زبده على زيت. حطيتي ايه يا مرمر؟ هنا حطيت نص معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان التوريق. انا طبعا بعتذر لكل الحلوين التركوة اللي هيتفرجوا على الفيديو. لو في اخطاء طبعا او مثلا تجاوزا عن حاجات معينة في طريقتي عن طريقتكم، انا مش بنت البلد. تمام. اما بالنسبة للمصريين اللي بيتفرجوا علينا، الوصفة بسيطة سهلة جدا جدا جدا. فردت زي ما انتم شايفين بشوية الزبدة على الزيت القمر الصغيرين اللي كانوا معايا دول، وهيطلعوا لك فطيرة مقاس 32 تحفة. وبعد كده ببتدي ألف رول كأني هعمل سوس رول أو سينابون. وهعمل الرول ده شكل الشريك المعتاد اللي احنا بنعمله. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هو انت مش بتعملي فطير؟ اصبروا بس، هي دي اللي هتديك التوريقة التمام. بعد كده ريحتها في قلب الصينية. هم بيحطوا بيغطوها ببيض أو صفار بيض عليه معلقة من الخل. أنا هنا حطيت معلقتين من اللبن على صفارة البيض وحاجة بسيطة جدا من الخل. هفرد طبعا فيها شوية بس هي مش هتتفرد كويس معايا لأنها لسه ما ارتاحتش من فردنا اللي فات. فهسيبها ترتاح، عجينة الراحة كسلانة، ريحيها. سبتها ترتاح كمان 10 دقايق وابتديت اسقيها بالسائل اللي موجود ده. هدخلها على الرف اللي تحت اللي قريب من الشبكة، درجة حرارة 200 يا جماعة. المفروض انها بتقعد تلت ساعة. انا عشان زي ما قلت لكم بحب الكريسبي اللي فوق وتحت ده قعدتها نص ساعة، تمام. لكن انت عشان تطلعيها مظبوطة طرية زي ما انت عايزاها، طلعيها قعديها تلت ساعة بس. تلت ساعة 10 دقايق من تحت، وال10 دقايق التانيين طلعيها على الشبكة من النص. وأول ما تطلع مكعب صغير من الزبدة، طبعا لو انت عندك زبدة مذابة تقدري تحطي بالمعلقة عليه. حطيتها عليها وطلعت معايا الفطيرة التحفة دي، مغذية. كمية الزبدة على الزيت قليلة جدا، كان طعمها روعة وما خدتش منك أي حاجة. لا وقت في فرد، ولا وقت في تطبيق، ولا وقت في عجين، ولا تخمير، ولا اي حاجه. وزي ما احنا شايفين توريقها قمر قمر قمر. جربوا الوصفه ان شاء الله تعجبكم. لو بتشوفوا الفيديو لاول مره، انا مرمر، دي قناتي على اليوتيوب. سعدني جدا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات الجديده. فعلي الجرس للكل. اشوفكم بخير مع وصفه سهله سريعه اقتصاديه وفي نفس الوقت مش مكلفه خالص. شايفين شكل فطيرتنا عامله ازاي؟
هستنى تكتبوا لي تعليقاتكم الحلوة جدا، وكمان اللايك للفيديو علشان يظهر لأكبر كمية من الناس تستفيد منه. وهستنى تطبيقاتكم على البيج بتاع الفيسبوك. باي باي.